اهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة جاي اسألكم سؤال لطيف. مستعدين؟ السؤال ايه بقى؟ ليه الانسان بيضحك لما حد بيزغزغه لكن مش بيقدر يضحك لو زغزغ نفسه؟ نقوله تاني. ليه الانسان بيضحك لما حد بيزغزغه لكن مش بيقدر يضحك لو زغزغ نفسه؟ طيب، الضحك نتيجة الزغزغة بيجي من عنصر المفاجأة وعدم السيطرة. لما حد تاني يزغزغك مخك مبيعرفش بالظبط امتى واين يبدأ يحس باللمسة، فده بيخلي المخ يستجيب بالضحك والتوتر. لكن لما انت تزغزغ نفسك المخ بيكون عارف الحركة قبل ما تحصل، لان هو اللي بيبعت الامر بايدك، فبيكون مستعد ومفيش مفاجأة. وده بيخلي الاحساس اضعف او شبه معدوم. ومفيش ضحك ده لان فيه جزء في المخ اسمه المخيخ بيقارن بين الحركة المتوقعة والحركة اللي بتحصل فعلا. ولما مفيش فرق بين الاتنين المخ بيتجاهلها. هو في حد ما بيضحكش لما حد بيجي يزغزغه؟ طب حتى لو كنت زعلان، زغزغة بتغير مودك لضحك وهزار. لكن الغريبة بقى انك مهما حاولت تزغزغ نفسك مش هتضحك. ليه؟ عشان دماغك اذكى منك. لما ايدك تمد علشان تزغزغ المخ بيكون عارف هيحصل ايه، فبيقول لنفسه ما تستغربش، ده احنا اللي بنعمل كده. لكن لما حد تاني بيجي فجأة المخ يتفاجئ ويحصل ارتباك بسيط فتضحك غصب عنك. يعني ببساطة الزغزغة مش بتشتغل غير بالمفاجأة، والمخ دايما بيحب يكون هو القائد حتى في الضحك. فلو ناوي تضحك خليك سايبها على الله وما تزغزغش نفسك. ولو عجبكم الموضوع اعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.